ليلى عز العرب لا زلت أحتضن سور الزوجي رغم خيانته لي. قالت الفنانة ليلى عز العرب إن هي لا تزال تحتفظ بسر زوجها بعد وفاته وتحتضنها لتعويض غيابه، مشيرة إلى إنه توأم الروح. وكشفت ليلى عز العرب خلال استضافتها في برنامج أصل الحكاية مساء الثلاثاء تقديم الإعلامية إنجي مهران عن تعرضها للخيانة الزوجية خلال حياتها، إلا أنها اختارت التسامح، موضحة أن رصيد الحب بينهما والذي امتد على مدار 26 عام من الزواج كان كافيا لتجاوز هذه الأزمة. وأوضحت ليلى أن لها جذور عائلية مرتبطة بالفن، حيث كان لجدها دور في اكتشاف كوكب الشرق أم كلثوم. أما عن تأخر نجوميتها فقالت أن ذلك يرجع إلى ظروف نشأتها، إذ كان والدها يتسم بالصرامة، الأمر الذي أعاق دخولها مجال التمثيل في سن صغيرة. وأضافت أن هي بدأت مجال التمثيل بالعمل كومبارس صامت أمام الفنان أحمد زكي قبل أن تتخرج أو تتدرج في أدوارها وتثبت موهبتها، مشيرة إلى أن أول أجر حصلت عليه هو 150 جنيه عن مشاركتها في فيلم معالي الوزير. وأكدت أن مشاركتها في فيلم ألف مبروك مع الفنان أحمد حلمي كان بمثابة نقطة التحول في مسيرتها. وأشارت عز العرب إلى أن هي تشعر بحزن مضاعف وعبء نفسي كبير نتيجة ابتعاد ابنتها التي تعيش في لندن، موضحة أن الظروف القانونية والخلافات الزوجية تجعل اللقاء بينهما يتطلب السفر. وعن ظروف تربية أبنائها قالت عز العرب إن هي كانت حريصة على منحهم مساحة أكبر من الحرية والاستقلالية بشكل مختلف عن الظروف التي عايشتها. فيما أكدت ليلى عز العرب أن الحياة دائما ما تحمل الكثير من التناقضات بين الألم والنجاح، مبينا أن الشغف يظل القوة التي تدفع الإنسان إلى الاستمرار ومواصلة العطاء.